بصوا، انا عارفه انا اللي جبت ده كله لنفسي. انا اللي جبت ده كله لنفسي. كان ليه باب، والله كان ليه باب، يعني كان ليه باب. وانا اللي قلت لا، نشيل الباب، نشيل الباب. يعني مش هينفع. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم بفيديو جديد. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ايه. آه مش عارفه والله اقول لكم ايه، غير فعلا انا اللي جبت ده كله لنفسي. انا امبارح طبخت، تمام. عملت طبيخ. قلت ايه بقى، هعمل طبيخ يقعد يومين معايا. طب تمام. عملت لوبيا وعملت رز وعملنا ملوخية ولسان عصفور وفرخة وكده. وقسمت الأكل على يومين، اللي هو امبارح والنهاردة. حتى كمان الرز، يعني أنا مثلا كنت الفترة اللي فاتت كنت بعمل ايه. لو هعمل طبيخ ولا حاجة ممكن اعمل رز يوم واحد اللي هو اول يوم، وتاني يوم ماما عاملة رز جديد. امبارح قلت لا، انا حتى بصوا مش عايزة اخش المطبخ، مش عايزة اعمل اكل. هعمل رز النهارده، اللي هو امبارح والنهارده، خلاص عشان ما اخش المطبخ. قلت ايه، قلت هريح النهارده. هعمل ايه بس كده، ايه، مواعين هغسلها، اطبق غسيل، انشر غسيل، الحاجات البسيطه دي كده، مش هعمل حاجه. بس ازاي يصعب عليهم؟ ازاي ما تخشيش المطبخ؟ ازاي ما تقعديش اليوم كله في المطبخ؟ انا عايزه اعرف انا ازاي ما اقعدش اليوم كله في المطبخ. فالمهم، طبعا محمد طبعا لا، ازاي يعني؟ ما ينفعش، انت مش هتعملي اكل النهارده؟ لا مش هعمل اكل يا محمد. ايه ده بجد؟ اه بجد. طب بقول لك ايه، ما تعملي لنا حاجه حلوه. اعملي لنا حاجه حلوه. عايزه اقول لكم نزل مخصوص وجاب لي كيس البسبوسه، علشان هو عايز ياكل بسبوسه، عشان هو مضطهدني، او عشان هو يعني بيرزل عليا. فلا، اعملي لنا بسبوسه، بسبوسه كده، صينيه بسبوسه كده في السريع. فتمام مش هنعمل بسبوسه. طيب انا بقى ما بحبش البسبوسه، وانا اللي طالع عين امي في المطبخ. ما بحبهاش، ماليش فيها. يعني انا ممكن اكل منها حته صغنطوطه كده، وممكن ما اكلش منها اصلا. طب خلاص، انا بقى اعمل ايه بقى؟ انا بقى اعمل كيكه بالبرتقال. يعني انا بقى كمان عايزه اعمل كيكه بالبرتقال. وحشتني كوبايه الشاي بلبن كده، مع 3 4 5 حتت كده كيكه كده بالبرتقال بصراحه. فعايزين نعملها، ما عملتهاش الشتاء ده يعني. جايب لي بصوا كوبايه الزبادي، جايب لي البسبوسه. فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يلا، يلا بينا نعمل البسبوسه. بس طبعا البسبوسه استنوا كده، نروح نطلع السمنه البلدي بقى. يعني انا شايلها للعزيز الغالي. فيلا اطلع لهم بقى السمنه عشان نعمل البسبوسه. يلا بقى بينا كده نسمي الله ونبدأ كده نعمل صينية البسبوسة بتاعتنا. بصوا، عايزة اقول لكم ان اكياس البسبوسة دي بصراحة انواع. يعني في نوع، النوع اللي معايا ده اللي هو حلو الشام ده. من ضمن المقادير او من ضمن المكونات اللي هتحطيها عليه غير الزبادي وغير السمنة بتاعتك سكر. بصراحة أنا ما بحبش النوع ده. أنا بحبش النوع اللي أنا بحط له كمان سكر غير الشربات، ملوش علاقة بالشربات. في نوع تاني بقى، الانواع التانية دي بصراحة انا يعني اللي هو مثلا زي بسبوسة بتاعت كريمة، وفي بسبوسة تاني بتاعت دريم، وفي نوع تاني كده الانواع البسبوسة دي حلوة مش بيتحط لها سكر، بصراحة بحب اعملها. انما لما بجيبها يعني بقعد ابص على الاول على المكونات اللي احطها، لو لقيت عليها سكر ما بجيبهاش. بس ده طبعا محمد اللي جايب الكيس ده، فطبعا مش عارف يعني المعلومة دي. فطبعا ايه، جاب اي حاجة. فطبعا اول حاجه عملتها ان انا هبدا ان انا اعمل الشربات. هو المقدار زي ما مكتوب، كوبايه وربع من السكر، عليهم تقريبا كوبايه ونص من الميه، وعصره الليمونه بتاعتي. انا حطيت المكونات كلها بتاعتي على بعض، وبعد كده ايه، برفعها على النار يا دوبك 7 دقايق، وبطفي على الشربات بتاعي. وبعد كده بحط ايه، الفانيليا. طيب دلوقتي بقى ايه، جبت بقى علبه السمنه بتاعتي، لقيت فيها ايه. يعني انا بص، الاول طلعت طبق، قلت هسيح فيه حته السمنه البلدي
مع السمنه دي كده في الميكرويف. بس لقيت ان علبه السمنه دي ما فيهاش غير حته صغيره اللي انا وريتها لكم دي. فقلت طب على ايه، بدل ما نقعد بقى نسيح في الميكرويف، خلاص انا هاخد من البلدي. بس عايزه اقول لكم بقى طبعا انها طالعه من التلاجة بقى ومجمده جدا، فكنت بطلع منها كده بصراحه بصعوبه. وقلت هسيحها ايه، هسيح في العلبه دي على البوتاجاز، انزل بقى كل اللي في العلبه، ما اكيد مش هنرمي العلبه وفيها سمنه من جوه، صح ولا مش صح؟ صح كده. فحطيت بقى كده السمنه بتاعتي. طبعا بص، هو المقدار كان نص كوبايه. طبعا انا طبعا مش عارفه اعايرها، ويعني ومش عارفه كمان اعاير كمان اللي هي في العلبه اللي هي بتاعت جنه دي. فحطيتهم كده كلهم على بعض، وبعد كده ايه، هبدا بقى ان انا احطهم على البسبوسه بتاعتي. بصوا اهي ساحت اهي السمنه اللي هي بقى السمنه جنه دي حته على بقى البلدي. بس عايزه اقول لكم يا جماعه، يعني البسبوسه طلعت، هتشوفوا في الاخر، يعني هتشوفوا في الاخر. المهم ايه، هحط بقى دلوقتي عليهم علبه من الزبادي كده، علبه زبادي. بس انا كنت صراحه كنت حاسه ان كميه او حجم العلبه ده صغير، ولا هم صغروا علب الزبادي ولا ايه بالظبط، مبقاش فيه بركه. مش عارفه فيه، حاساها العلبه صغيره خالص والله، معلقتين بالظبط يعني. لو حد بياكل اللي هو المعلقه الكبيره دي كده، هي تعمل معلقتين. المهم بصوا هنا حطيت بقى ايه، اللي هو السكر اللي هم قايلين عليه. انا بصراحه ما بحبش بقى البسبوسه دي اللي بتحط لها سكر، يعني مش عارفه يعني ايه لازمتها. طب يعني انتوا مديني يعني ايه، دقيق سميد بس يعني ولا ايه، مش عارفه بصراحه. فالمهم ايه، حطيت بقى كده السمنه عليهم. وهبدا بقى ايه، ان انا اخلطهم كلهم بالمضرب. عايزه اقول لكم ده المضرب الجديد اللي انا جبته، ايه رايكم فيه؟ عايزه اقول لكم حلو قوي، خامته جميله وخامته متينه. بس على الله ايه يكمل يعني، دي تقريبا تالت استخدام ليه يعني. فان شاء الله يعني يطلع حلو يعني ان شاء الله. المهم ايه، اخلطهم كده كلهم مع بعض كده، المكونات كده كلها مع بعض، السمنه والسكر والزبادي. وهنا طبعا كنت عماله برضو ايه، عماله ابص برضو تاني علشان خاطر ايه ما اعملش حاجه غلط. يعني كل كيس بيبقى طريقه استخدامه بتبقى مختلفه عن اي كيس تاني على فكره. يعني انت مثلا ما تعمليش البسبوسه بالطريقه دي هتجيبي الكيس ده واعملها كده، لا مش تظبط معاكي. المهم انا حسيت هنا ان كوبايه الزبادي زي ما قلت لكم حسيتها صغيره. فالمهم زودت ايه، 3 معالق كده من اللبن. قلت تظبط الدنيا برضو، يعني عادي كده كده البسبوسه بتعمل بلبن او بزبادي بتطلع حلوه برضو. وهبدا بقى ان انا اقلب كده المكونات بتاعتي. وبعد كده ايه، هحط بقى كيس البسبوسه بتاعي عليها. حطيت بقى كده المكونات الجافه. بعد ما بتحطي بقى اللي هو الدقيق السميد ده، خلاص هنا بقى ما بيبقاش تقليب. هنا بيبقى ايه، ان انت بتخلطي او بتغلفي الحبات البسبوسه بتاعتك او حبات السميد بتاعك بالخليط اللي انت عاملاه اللي هو بالسمنه وكده. تمام. هنا لو قلبتي كتير البسبوسه بتاعتك هتنشف، وده السبب اللي بيخلي البسبوسه تنشف. طبعا حسيت برضو هنا اللي كميه السمنه قليله، لاني انا ما عايرتش من الاول زي ما قلت لكم. مفيش اي مشكله. خدت معلقتين من السمنه البلدي كده، وحطيتهم سيحتهم كده وحطيتهم عليها. وخلاص بصوا ظبطت بقى، هي كده بقى ايه البسبوسه بصراحه ظبطت. المهم ايه، هخلط بقى كده، مش يعني تقلبي كده او تخلطي، مش هنعجن. تمام. خلاص انت لما تلاقي كل المكونات بتاعتك امتزجت مع بعض، يبقى كده خلاص البسبوسه بتاعتك خلصت. ما تبالغيش في التقليب او الخلط فيها. تمام. تمام. المهم ايه، جبت بقى الفرشه بتاعتي، وبعد كده ايه، هبدا ان انا ادهن البتاعه بتاعتي او الصينيه بتاعتي سمنه. برضو خدت معلقه صغيره من السمنه. انا عايزه اقول لكم هي اتعملت بالسمنه البلدي النهارده. هي دي بقى يعني ايه، صينيه بسبوسه كده بصراحه متكلفه من الاخر يعني، بص صارفين ومكلفين. المهم ايه، حطيت كده يعني حاجه بسيطه كده، ودهنت بقى ايه الصينيه بتاعتي بالسمنه. وهنزل بقى بخليط البسبوسه بتاعي. بص طبعا الخليط هنا هتلاقوا ان هو ايه، يعني مش بيتفرد بسهوله. طيب احنا بقى عايزين نفرد البسبوسه بتاعتنا ونساوي الوش بتاعها. بصوا بقى التركايه دي بصراحه حلوه قوي قوي، وهتفرد معاكي البسبوسه بكل سهوله. انا هنا ايه، فردتها في الصينيه. تمام. طيب هعمل ايه دلوقتي، مكان الطبق كده بتاعي هحط فيه شويه ميه، واخد كده بظهر المعلقه بتاعتي ابلها في الميه، وابدا ان انا اساوي البسبوسه بتاعتي. بصوا شايفين اهو، ابل واساوي اهو. ابل كده المعلقه بتاعتي وامشيها على وش البسبوسه كده واضغط، هتتساوى معايا كلها، وهتبقى متساويه، وتبقى الوش بتاعها املس كده وايه وجميل. بس كده هخلص بقى ايه الوش بتاع البسبوسه بتاعتي. بصوا هتظبط خالص، جربوا التركيه كده بتاعت الميه دي كده، وهتظبط معاك. خصوصا ان انا حاطه المقادير خلاص مظبوطه بقى، هم قايلين الزبادي والسمنه وكده، فما رضيتش ان انا ايه ازود اي حاجه تاني. المهم ايه دلوقتي بقى ايه،
جبت بقى السوداني بتاعي كده وقلت ايه احط السوداني بتاعي على الوش كده من فوق. ساعات محمد بيحب السوداني مجروش كده وارشه عليها، بس لا، لان عيالي ما يعني ما بيحبوش السوداني، فحطيته كده صحيح علشان خاطر ايه، اللي عايز هياكله، اللي مش حابه هيشيل كده السودانيه ويبدا ياكل. فحطيت كده رصيتها كده وعملته ايه السوداني بالشكل الجميل ده. ايه رايك يا عمر؟ حلوه حلوه. عجبتك يعني؟ المهم ايه، خلصت بقى كده السوداني. عايزه اقول لكم ان السوداني ده مش متحمص، السوداني اللي هو الابيض بس. طبعا بما ان كده هنشغل الشوايه على البسبوسه، فهو هياخد وش دلوقتي ولونه هتشوفوا. ايوه زي ما انتم شفتوا كده، شايفين بقى؟ بصوا الزبادي ايه، السوداني كمان خد الوش او اللون كده الجميل ده. وبعد كده بقى ايه الشربات بقى يا جماعه، هي سخنه انا بحطها، هي سخنه والشربات بتاعي سخن. في ناس بتحطها هي سخنه والشربات دافي، وفي ناس بتحطها هي سخنه والشربات سخن. كل واحد زي ما بتظبط معاه. انا بصراحه بتظبط معايا كده، هي بتبقى سخنه والشربات بيبقى سخن، وابدا ان انا اسقيها كده، وبعد كده ايه بغطيها واسيبها تتشرب الشربات بتاعها مع نفسها، وكده تبقى صينيه البسبوسه بتاعتنا خلصت. ازيك يا حمزه؟ ايه ده مش شايفك؟ انا شايفاك عشان انت تظهر، ما هي انت يا انا. عامل ايه؟ كويس. خلاص عملت اللي انت عايزه. انت ازيك يا بيري؟ ازيك لا يا سخنه سخنه سخنه. عامله ايه يا بيري؟ الحمد يا ابني لله. سخنه بقى، سيبها، انا ما صدقت الغطا تعمل. دي ماشي هقول لك بعدين. دي ايه دي؟ يعني انت مش انت اللي استنى طالبها؟ يعني انت مش عارف ايه دي؟ لا انت مش عارف ايه دي؟ لا. وادي التاني جه، الوحش ايوه الصغير جه. بابا. نعم نعم. يعني انت مش عارف ايه دي يا حمزه؟ مش عارف؟ طب ماشي افتح اوريك يعني. ماشي يلا. ها بقى ايه بقى اهو بقى. عايزه اقول لكم انا عندي حمزه بيعشق البسبوسه. ده ممكن اكل جردل منها. جردل؟ هي البسبوسه بالجردل يهبل. فدلوقتي احنا مستنينا تتشرب شغال عمر الفيديو بيحبه. خلاص يا عمر حبيبي، مستنينا تتشرب الشربات، ومستنيين بقى ندوقها، وبعد كده نعمل ايه؟ كيكه ايه يا حمزه؟ احنا قلنا نعمل كيكه ايه النهارده؟ بالتلج. ايوه اسمها كيكه ايه بقى؟ برتقال. برتقال. هي اصلا ملهاش طعم. هو ما بيحبش، هم عيال عايزين كيكه بالشوكولاته، بس انا عملت لكم بسبوسه. انا هعمل بقى كيكه اللي انا عايزاه. انا هعمل كيكه بالبرتقال بس من غير برتقال، هعملها اللي هي ايه بالعصير يعني. بس انا نفسي اعرف حاجه، انت ليه بتعمليها باللوز؟ ما هو ده مش لوز، اولا ده سوداني، وثانيا انا حاطه الواحده صحيحه عشان خاطر اللي مش عايزه اسيبها بابا ياكلها، مش لوز؟ عشان كده. مش لوز؟ لا مش لوز. السوداني اللي انا بحبه اللي بقشره. ايوه ده مالك يا حمزه انت بتاكل اللوز لا يعني؟ لا انا هاكل دي لوحدي، مش حد انا ياكل معايا. عايزه اقول لكم ان حمزه بيحب الكاجو، يعني هو الكاجو بيحبه قوي، انما المكسرات التانية مش عارفه بصراحه، كان بيحبها دلوقتي مبقاش بص، يحبها. هو في مكسرات شكلها كده. ايوه ده الكاجو، اللي هو الكاجو اللي عامله أيوة. دي كده. ايوه ده الكاجو، بحبها. ايوه شفته هو بيحب الكاجو. هنسيبها بقى تتشرب وتبرد، ونشوف بقى تبقى البسبوسه بتاعتنا عامله ازاي. بصوا بقى بصراحة جمال وعظمة، وهنشوف دلوقتي رأيهم ايه في البسبوسة بتاعتنا. حطيت كده انا حتة دقتها، وبعد كده جبتهم ايه كمان، جبت الحلوين عشان يدوقوا. استنى بص، طبعا طعمها خطير. تعالوا بقى نشوف ايه رأي حمزة ورأي بيري. تعالى يا حموزة، خد اهي يلا يلا ثواني. انا هاخد. يلا امسك. طب يلا هتقع، انا عارفة هتقع في الاخر، انا عارفة. يلا بسم الله. ايه طعمها ايه؟ حلو. طب يلا عشان نصحي بابا وندوقه. يلا يا بيري دوقي، يلا دوقي بسم الله. يلا. بسم الله والله خير. الله، ايه رأيك؟ جامدة قوي. طعمها جامد قوي. استنوا بقى ايه ندوق محمد. شفنا بقى الوحش الكبير عشان هيدوق وهيقول لنا رأيه. جاهز؟ على فكرة صحيته من النوم عشان يدوق. تمام؟ استنى بس
ده زوجك اللذيذ والعزيز. طب إيه، اطلع يا بارد انت ويا تنح. شكلها جميل. ايوه الاول ايه رايك في الشكل؟ مم. تمام. بس اهم من الشكل ايه؟ الطعام. الطعام. اطلع بره يا غتت يا تنح. حطينا له حته اهي تمام. يلا دوق. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. رب العالمين. يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. اطلع بره يا تنح يا غتت. لسه. A few moments later. بعد ما يدوق نص الصينيه ان شاء الله يقول لنا رايه. روعة. لا خلص بجد. والله العظيم حلو. والله انا قلت له انا هاخد رايك قدام الكاميرا. انا بقى وحظي حلوه حلوه دي بالسمنه البلدي. حلو قوي. ها جامدة يا بابا. تسلم ايدك. جامدة طعمها أوي. حلو صح؟ بصراحة تسلم ايدك. طعمها جامد قوي والله العظيم بجد حلو قوي. بصراحه يا جماعه السمنه البلدي بتفرق في الطعم خالص. حلوه صح؟ السوداني. طيب اروح بقى احط لهم عشان حمزه طبعا مش هيسكت والتاني قلب قرد جوه مش عارفه ماله عمر. وهروح بقى اغرف لهم وبعد كده بقى ايه نعمل الكيكه. بس أنا هاخد أكبر حتة. انا هديك الصينيه كلها. بصوا بقى يا جماعه من موقعي هذا بحب اقول لكم ان هو اتضحك عليا الحمد لله خلاص لان الفيديو خلص على كده ومش هعمل كيكه البرتقال. ليه بقى؟ ليه؟ لاني بري طبعا عندها امتحان. يا ماما يلا يا ماما عشان نذاكر، يلا يا ماما عشان نحل، يلا يا ماما عشان مش عارفه ايه. خلاص هم خلاص خدوا اللي هم عايزينه صينيه البسبوسه الجميله المتينه. ومش مهم بقى انت بقى الكيكه بقى يوم تاني بقى. يلا مش مشكله. خليني شمعة تحترق من اجل الاخرين وخليني كفايه النهارده البسبوسه ونعمل الكيكه ان شاء الله بقى ايه يوم تاني. يلا باي.